حكاية لقمتنا النهاردة عن أكلة القرن ال19، يعني الطبق اللي صمد 3000 سنة. لما الملك المؤابي ميشع أمر شعبه إن هم يخلطوا اللحم باللبن عشان يختلفوا عن اليهود، لأن اليهود كانوا بيحرموا طبخ اللحم باللبن. حكاية لقمتنا النهاردة عن المنسف الأردني، وزي ما في حضارات في براءة اختراعات. كنا في الأردن يا شيف بقى. رحت أنا الأردن إزاي؟ من ليا واحد صاحبي، الكلام ده مثلا 2008 2007، كان بيتاجر في العربيات، فقال لي تعالى معايا أنا طالع أبص على كام عربية كده في الأردن. رحنا هناك. طبعا أنت عارف أصحاب المعارض وبتاع الأردن شعب محترم وناس كرمة جدا 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 يعني. فقال لي تعالى، فروحنا عند تاجر عربيات برضو أردني، راجل محترم جدا. فقال لي أنا هأكلك النهاردة أكلة، لقيته نازل لي بصينية فيها لحمة فيها رز وفيها عيش. فبقول له ايه ده؟ قال لي لا دي أكلة أردنية مشهورة. المهم كلت الأكلة حلوة قوي، وانت طبعا عارفني ما ينفعش اروح اي حتة غير لما ادخل المطبخ، بس أكيد. كان للأسف مراته هي اللي عاملة الأكل فما ينفعش ادخل المطبخ. المهم قعدت عرفت ان اسمها المنسف الأردني. قعدت اجري ورا الاكله دي عشان اعرفها، ما اعرفش بقى حد اردني، لحد ما بالصدفه بتكلم مع واحد صاحبي هنا فلسطيني، بقول له ده انا اكلت اكله في الاردن من زمان 2008 2009 ما حصلتش، اسمها المنسف. قال لي تعالى هدخل انا وانت نعملها. دخلنا انا وهو عملناها. انت عارف بقى لازم اجيب اخرها واجيب دنيتها واجيب عملها. فاحنا دلوقتي طالعين مش عشان نحكي حكايه المنسف والحكايه اللي احنا حكيناها، احنا طالعين عشان عايزين ندخل نعمل المنسف. تمام، ده احنا نهندس كمان. يلا بينا نعمل المنسف. شفت بقى شيف كنت بتتريق عليا لما قلت لك، قعدت اقول لك دخلها الفرن اديها وش. اسمع كده العيش عامل ازاي. لا موضوع جميل، دي عظمه. انت هندست على المنسف. بص بقى اللحمه، يا نهار ابيض. موضوع يا نهار ابيض. لازم بقى تاكل طماطمايه كده متبله مع قرن الفلفل ده كده عشان يبقى انت عامل العظمه. لا المنسف الاردني ده تيستو جميل جدا. بص انا عايز اقول لك معلومه، وما فيش احسن من المطبخ المصري. انت ممكن تاخد اكلات من بره، بس لازم نحط عليها تيست المصري. تيست المصري حلو قوي. بس يا هندسه حضرتك هندست المنسف، لازم ندي التاتش عشان اي حد. العيش الصاج ده لما اتحمر في الفرن اداله تيست رهيب. لفت الصينيه في الفرن. قول لنا الرز يا هندسه فيه بهارات غريبه. لازم البهارات يا شيف. طب ايه بقى؟ لازم يا شيف. بعدين يا شيف. كده يا شيف بعد ما عملنا الأكلة بطريقة مطبخ المهندس، خلينا نتفق زي ما في حضارات في براءة اختراع. شكرا يا شيف. شكرا. أنا
عايز اقول لك حاجه، انا دي من احب الاكلات لقلبي، انا حضرت فيها دكتوراه. يعني انا الاسبان بقوا بيجوا ياكلوا الباييه من ايدي. الجبنه الرومي دي بطاطس بالملح. يلا بينا عشان نوري الناس الهندسه. يلا بينا. اسمع كده عيش عامل ازاي؟